هنعمل مع بعض النهاردة الحلبة المعقودة أو كمان اسمها المفتقة. كل الوصفات احنا كاتبينها في صندوق الوصف، تمام. وهنعمل مع بعض كمان القرطاس أو التحويجة. يعني احنا ما جبناهاش جاهزة من عند العطار، لا أنا حبيت إن أنا أعملها قدامكم وتسألوا العطار ايه هي القرطاس أو هي التحويجة، هيقولك نفس المكونات اللي أنا هقولها لكم دلوقتي، تمام. يلا بينا علشان نشوف بتتعمل ازاي. معايا دلوقتي كيلو من العسل، بس العسل لازم نكون جايبينه كويس ويكون تقيل قوي، تمام. معانا دلوقتي نص كوباية من الحلبة المطحونة، نص كوباية من السمسم، نص كوباية من الزيت، وربع كوباية ومعلقة من الدقيق، وكمان نص كوباية من السوداني، تمام. وواحدة من المستكة، ونص معلقة صغيرة من الليمون. هي دي البداية بتاعت المكونات. زي ما احنا شايفين دلوقتي هنجيب دلوقتي القرطاس او التحويجة. من كل حاجة معلقة كبيرة مليانة ينسون وكراوية وشمر وكمان حلبة محوجة، ونص معلقة بس هي اللي كركم. هنجيب دلوقتي مع بعض الحلبة، تمام، المطحونة، هنصفيها كويس عشان نتأكد ما فيهاش اي شوائب من لو احنا لما جبناها من عند العطار. ونصفيها زي ما احنا شايفين لحد ما نتأكد ان احنا خلاص كده صفينا معانا ودي طلعت وخلاص بنرميه. بنجيب بقى دلوقتي اي حاجة بنقلب بيها العسل والحلبة معانا، بس واحنا بنقلب على اتجاه واحد، وفي نفس الوقت بنقلب بالراحة خالص زي ما احنا شايفين. هي هتتقلب معانا بسرعة بس في نفس الوقت احنا نقلبها بالراحة. وزي ما احنا شايفين كمان العسل معانا تقيل جدا، هو ده المطلوب علشان الوصفة تجيب معانا النتيجة الصح. بعد ما هتتقلب كويس وهتأكد ان خلاص الحلبة كلها اتقلبت في العسل زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، هجيب دلوقتي اي حاجة غطا او اي حاجة زي ما احنا شايفين ونغطيها ونسيبها كده في الربع ساعة اللي احنا هنكمل فيها وصفتنا. هنجيب دلوقتي الحاجات اللي تتحمص، اليانسون والكراوية والشمر، بس بنوطي على النار علشان برضو نخلي بالنا. وبنجيب الكبة وبنطحنه كويس جدا نتأكد ان هو اتطحن. وبرضو هنجيب الصفاية تاني ونصفيه علشان هنكون متأكدين ان فيه شوائب لسه، يعني في حاجات لسه ما اتطحنتش جامد. بعد كده هنكمل بقية وصفتنا بعد ما هنطحن ده. دي التحويجة بتاعتنا، عايزاها تجيبيها جاهزة من عند العطار هاتيها وريحي نفسك، بس احنا برضو قلنا ايه نجيبها ونعملها مع بعض علشان نتأكد ونعرف ايه هي التحويجة. وفي كمان حبة خضرة، تمام، بس دي مش بسهولة بنلاقيها بصراحة فدي ما جبناهاش. بعد كده بنجيب الكركم وبنجيب الحلبة المحوجة وبنحملهم في بعض وبنسيبهم دلوقتي. نص كوبايه الزيت في الحله، لازم الحله تكون كبيره يا جماعه علشان العسل ما يفورش مننا. وبعد ما المستكه فارت المستكه ساحت، بنجيب الدقيق. بعد ما الدقيق خلاص اتاكدنا ان هو كمان استوى بنحط السمسم، اول ما بيتحمصوا بنحط كمان معلقتين من التحويجه وبنقلبهم شويه. واخر حاجه بنحطها طبعا زي ما احنا شايفين العسل زي ما احنا شفناه كمان خمر معانا، شفنا اللون مع بعض. بس واحنا بنحط نخلي بالنا علشان العسل هيبتدي يفور، عشان كده بنقول الحله تكون كبيره شويه، تمام. واخر حاجه نحطها نص معلقه صغيره من الليمون. وزي ما احنا شايفين كده خلاص تقل معانا وبقى خلاص استوى كده، تقل معانا كده، هو كده خلاص استوى. وبعد كده خلاص بعد ما بيستوي على طول بقى بتحطيه في العلب بس يبرد شويه، تمام. وبيكون القوام ده بتاعه. وبكده خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفه جديده في اكله بمزاج مع توته.